نتجاوز دي وعايز اسالك سؤال مهم دلوقتي. اتفضل. دلوقتي يوم ان شاء الله باذن الله في 20 يوم راح، يعني 20 يوم على ماتش الصن داونز هناك. اعتقد شهر تقريبا. 16 لا 16 اكتوبر في المنتخب 16 لا اكتوبر بس مش راحه كامله، لان في منتخب، في لعيبه دوليين في المنتخب. انا عارف، بس انا بتكلم ان 16 اكتوبر عشان يلعبوا الماتش اللي هو الاولاني. الماتش الثاني تقريبا 28 او 29. لا هو انا بص، انا بستاذن كوبر بعدها باسبوع. تمام يا خالد انا بستاذن كوبر. فريق الزمالك زي المنتخب بالظبط، مش هيسافر معاه. انا عندي ماتش مهم جدا، بطوله. لا 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 بس خد بالك يا باشمهندس سياده مشار، ماتش الكونغو ده تصفيات كاس عالم. طيب عايز اسالك يعني كاس عالم، معلش مع احترامي، منتخب اهم من انديه طبعا. يا بيه لو اصيب دلوقتي باسم. لا بس في يعني لو اصيب احمد توفيق، لو اصيب طارق، اي حد من دول، ما انا ما عنديش قطعه غير يا جماعه. ده منتخب مصر، ده قانونا لازم يضمه قبلها ب3 ايام. صحيح. يعني قانونا لازم يضمه، ده منتخب مصر. يعني برضه لازم يعمل حسابه ان في لعيبه في انديه ثانيه. ما احنا النهارده شايفين لعيبه في سموحه، ولاعبين شايفين في الاتحاد وفي المصري، اللعيبه يعني ما يقولوش على لعيبه الزمالك. طيب بالك انا بس عايز اسالك سؤال مهم جدا. النهارده احد اسباب فوز الوداد كان جمهوره. فاحنا عارفين ان الماتش هيكون اخر شهر اكتوبر، هيكون في برج العرب. فكره بقى 5000 و10000 دي مش هتنفع. يعني لازم يكون في على الاقل 60-70 الف متفرج زي ما حصل في اكتر من نهائي. خالد في استاد القاهره. في استاد القاهره. في استاد القاهره. وبندعو السيد الرئيس يجي يحضر ان شاء الله النهائي. وانا بقول تاني، لان في البعض بيقول للسيد الرئيس يعني الرئيس بيحضر المطوشه. لا، ميراكل بتحضر في المانيا، مستشاره المانيا. كاميرون كان بيحضر في بريطانيا. اورلاندو كان بيحضر في فرنسا. بالعكس، ده بس بص، اصل الرئيس كان موجود والاهلي وصل. يعني انت عارف بيبقى في حساسيه ما بين الايه، ان ده راح ماتش الزمالك، ده ما راحش ماتش الاهلي، ده راح يعني يمكن الاهلي مع ان الرئيس حسني مبارك كان زملكاوي وكان بيروح ماتشات النهائي الاهلي وبرشلونه لا احنا بندعوه ان شاء الله يروح الرئيس. احنا بندعوه، نتمنى انه يحضر. لكن حضرتك